أنا أؤمن بوجود الخير في أي موقف، حتى في المواقف السيئة. أؤمن بأن جميع الأمور السيئة التي قد تحدث لي جاءت لتحميني من أمور أشد سوءا منها. أؤمن بأن الله ما أخذ مني إلا ليعطيني الأفضل، وما أخر علي أمرا تمنيته وحملته كل أدعيتي إلا لأنه سيأتيني به في الوقت المناسب. فقد أحسن الظن بالله. احترت اليوم شو بدي سميلكن الوصفة، سميلكن ياها أصابع الذهب، لأنه هي بالفعل وصفة ذهب. أصابع البقلاوة بالقشطة المطبوخة من أطيب وألذ الوصفات. يعني صراحة الطعم خطير وتحضيرها كتير سهل، ما بياخد وقت ولا جهد، والمقادير كتير سهلة. يلا مع بعض خلينا نحضر الوصفة سوا. رح نبتدي تجهيز القشطة. عندي بوعاء 4 أكواب من الحليب السائل، رح أضيف عليهم 4 معالق كبار من السميد الناعم، 4 معالق كبار من النشا. رح أحركهم على البارد، بعدها رح أرفعهم على النار مع التحريك المستمر. وأول ما بيبتدي عندي المزيج يسخن رح أنزل عليهم ب4 معالق كبار من السكر. وطبعا ايدي بتضل عم بتحرك الحليب لحتى ما يحترق معي. مجرد ما يتخن عندي المزيج رح اضيف علبة قشطة وزن 170 جرام، وبعدها رح اضيف ملعقة كبيرة من الزبدة. بضل بحرك شوي، واخر مرحلة بضيف معلقة كبيرة من ماء الزهر. بتركها تنطبخ على النار لحتى تروح معي طعمة النشا مدة 10 دقايق وبتكون جاهزة. بعدها بحطها بصحن كبير لحتى تبرد معي بسرعة، وبغطيها ببلاستيك غذائي لحتى ما يصير على الوجه قشرة، وبتركها بالبراد. طبعا أنا ساويتها قبل بيوم، يفضل أنه تتركوها ليلة كاملة، بس إذا مستعجلين عليها يعني أقل شي من 6 ساعات ل8 ساعات بتكون جاهزة. وتعالوا نروح جولة مع بعض على مطبخ الشيف صابرين طه. حضرت لنا اليوم طبق فلسطيني رائع جدا، يلي هو ربيعية الفول الأخضر. ما شاء الله بشهي، المنظر لحاله بيحكي. يعطيكي ألف عافية يا رب. رح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو بصندوق الوصف لحتى نحضر الوصفة كلياتنا مع بعض. بننتقل لوصفتنا نكملها سوا. هون عندي ورق البقلاوة. طبعا استخدمت ورق البقلاوة الجاهز، رح اخد منه ورقة واحدة وغطي الباقي ضروري، لأنه إذا ما غطيناه أثناء شغلنا كلياته رح يتكسر. فردت ورقة بالطول مثل ما واضح معنا، ودهنتها بشوي من السمنة المذابة. طبعا ما تقلقوا من كمية السمنة بس لحتى تنهض لي الورق بالفرن. تمام. هلأ بعد ما بدهنها بشكل كامل، باخد الورقة وبرجع بتنيها على النص مثل ما ظاهر معنا بالفيديو. ورح استخدم قوالب عادة بنستخدمها بحلا إيطالي اللي هو الكانولي، وبنستخدمه كمان لحلا تاني اسمه كريم هورن، ولكن بنقدر نحنا نعمله متعدد الاستخدامات للكنافة للبقلاوة. يعني بتقدروا انتوا تبتكروا منه أفكار. حطيت القالب بهذا الشكل ولفيته على شكل رول. مثل ما قلت لكم السمنة هي الزايدة كلها رح تنزل بقلب الصينية، فما تقلقوا. وآخر الشي عملت ضغطة خفيفة بس لحتى أعمل تطعيجة بسيطة على وجه البقلاوة، تعطيني شكل بس مرتب وحلو لما بدها تنشوى. وصفيتهم بصينية، لازم أدهن الصينية كمان بشوي من السمنة المذابة. وكملت الكمية لحتى خلصت عندي بالكامل على نفس المبدأ. بالمناسبة صبايا، خفاني كتير عندي الدعم بالقناة. الفيديوهات ما عم تطلع على الفور يو بيج، يعني أغلب العالم ما عم بتشوفها. يا ريت إذا الفيديوهات عم تعجبكن بس تضغطوا على لايك، لأنه زر اللايك كتير بيرفع من مستوى الفيديوهات وبيعرضها من ضمن الفيديوهات المقترحة. يعني صار لي فترة منيحة أنا عم نزل لكن ما عم تصل لكل المتابعين اللي موجودين عندي. يعني في صبايا عم بيبعتوا لي عم بيقولوا لي روزانا صار لك زمان ما عم بتنزلي، ما عم نشوف فيديوهاتك. فأنا بصراحة عم بستغرب يعني إنه ما عم تجيهم إشعارات، أو اليوتيوب ما عم بيعرضها من ضمن الفيديوهات المقترحة لأنه ما في لايك. اللايك كتير أساسي صبايا بالفيديو لحتى أقدر أستمر بتنزيل الفيديوهات. وإلا صراحةً إذا ضلت مستوى القناة نازل هيك يعني رح أجرب فترة وبعدين رح أوقف خلص تنزيل فيديوهات، لأنه صدقوني تصوير الفيديو من مونتاج، وأنا كمان صراحةً بشتغل فول تايم، يعني شغل وبيت
وفيديوهات كتير 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 تعب وضغط، فإذا عن جد ما عم شوف تفاعل بالفيديوهات صراحةً ما عاد استمر. تمام؟ فبتمنى دعمكم إذا حابين إنه نقدم أكتر وأكتر. بعد ما خلصت الكمية بالكامل صبايا شوي هيك دهنة خفيفة بالسمنة ورح أدخلها على فرن حامي درجة الحرارة 180. بس مجرد ما تزهر عندي بتكون عندي جاهزة. طبعا ما بتطول بالفرن أبدا. هلأ منشوف القشطة يلي حضرناها، طبعا هون أنا سويتها قبل بيوم. شوفوا ما شاء الله القوام أكتر من رائع، وأنا كمان منزلة القشطة بفيديو منفصل رح أتركلكم الرابط أسفل الفيديو بصندوق الوصف. طبعا هي القشطة صبايا ممكن تستخدموها لكافة أنواع الحلويات، سواء حلويات باردة ولا حلويات سخنة. كتير طعمتها طيبة وبنفس الوقت سهلة وما بتغلب بالشغل. شوفوا ما شاء الله صبايا قوام القشطة أكتر من رائع. وهلأ استوت عندي البقلاوة ما شاء الله، اللون عن جد ذهب. يعني أنا وقت قلت لكم إنه هي الوصفة ذهب عن جد ذهب. هلأ بكل بساطة بشيلهم بحطهم بصحن وبنطر عليهم لحتى يبردوا، لحتى نبتدي نشيل القوالب منهم. طبعا القوالب كتير سهل إنه ينشالوا، لازم أول شي تكون البقلاوة باردة مشان ما تحرقوا إيديكم. وبس بحرك يمين وشمال وبسحب بيطلع معي القالب بكل سهولة، ولا بتتكسر ولا بصير عليها أي شي. شوفوا ما شاء الله كيف طلعت عندي مثل القالب، قالب واحد، اللون خرافي وما تكسرت معي نهائيا. شايفين صبايا؟ هلأ بكمل على نفس المبدأ. بالمناسبة كمان صبايا اكتبولي تحت بالتعليقات شو حابين كمان نصور فيديوهات، شو حابين تتعلموا، شو حابين ننزل لكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. هلأ صبايا بالنسبة يلي ما عنده هدول القوالب أكيد رح يجيني كومنت إنه نحنا ما عنا هي القوالب كيف بنقدر نشكلهم أصابع. طبعا أنا نزلت بفيديو سابق طريقة تحضير البرك التركي كمان بورق البقلاوة الجاهز. شوفوا الطريقة، يعني بتقدروا كمان تعملوها على نفس المبدأ وبتعطيكم نتيجة ولا أروع. رح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو بصندوق الوصف. وبكمل شيل القوالب بهدوء لحتى تخلص عندي الكمية بالكامل. طبعا بس بدنا نكون حذرين لما بدنا نشيل القوالب. شوفوا الذهب، أنا اليوم عم بتغزل بوصفتي صبايا عن جد ذهب. هلأ بعد ما كملت وشلت القوالب بالكامل حطيت القشطة بالبيبن باج بس لحتى يسهل علي حشي البقلاوة بهذا الشكل. طبعا بدي أتأكد تماما إنه أضغط لحتى تتعبى معي بشكل كامل. كمان مثل ما قلت لكم وذكرت لكم إذا حابين أنتوا تخلطوا مكسرات مع القشطة قبل الحشي كمان بتعطيكم فخامة أكتر، وبتطلع طعمة البقلاوة غنية بالمكسرات وبتطلع كتير كتير طيبة. ما ننسى كمان نحضر قطر، لازم القطر يبرد. طبعا أنا ما صورته هون لأنه كتير منزلته بفيديوهات تانية فما رجعت سجلته من أول وجديد. عيارات القطر صبايا هن كاستين سكر، 3/4 الكاسة من المي، بحطهم على النار أول ما بيغلوا وبحط عليهم بعدين ربع ملعقة صغيرة من حامض الليمون. بتركهم يغلوا دقيقتين على النار وبطفي تحتهم لأنه القطر لازم يكون بارد لما بدنا نزين فيه البقلاوة لحتى تضل البقلاوة عم تقرش عندي. إذا كان القطر طري ومريء البقلاوة رح تشتش ورح تخرب وما رح تطلع معكم طيبة أبدا. طبعا زينتها بشوي من الفستق الحلبي وحطيت عليها القطر البارد، وهيك كانت النتيجة النهائية. بتمنى تجربوا الطريقة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو نال على إعجابكم. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم إذا الفيديو نال على إعجابكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على لايك سبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.